هناخد الدرس الثالث في الجبر، اسمه دوال كثيرات الحدود. ركز معايا، درس مهم قوي هنحتاجه تقريبا طول ما احنا بندرس رياضه وبناخد جبر. دوال كثيرات حدود. اولا الداله يا شباب الداله عشان اجي برمز لها باي رمز من الرموز دي. ممكن اقول مثلا دال، اقول عليها ر، اقول عليها قاف، اقول عليها نون. كل دي رموز ليه؟ للدوال. فمثلا تكتب ازاي بقى الداله؟ بكتبها كده دال س، دي معناها داله س. ممكن اقول قاف س، ر س، نون س، اي حاجه من دي كلها تسمى داله وتحل محل الصاد. قبل كده لما كنا نيجي نكتب معادله كنت اقول مثلا صاد بتساوي 2 س زائد 3. طب لو قلت لك ده السين مثلا ب2 كنت تقول لي والله طالما السين ب2 يبقى الصاد بتساوي، احط س ب2 يبقى 2 في 2 زائد 3. 2 في 2 ب4 و3 7، يبقى لما السين ب2 الصاد بكام؟ ب7. انا بقى السنه دي مش هقول صاد تساوي، لا ده انا هقول داله س بتساوي، او ر س بتساوي، او قاف س بتساوي، او نون س بتساوي. يعني معنى الكلام ان نون س ودال س وره س وقاف س، الحاجات ديت مش حاجه جديده، احنا بس هنبدل الصاد بالرموز دي. يعني لما اقول لك صاد بتساوي، لا هقول لك دال س تساوي. يعني بدل ما هقول لك فوق صاد بتساوي 2 لا ده انا اقول لك دال س بتساوي 2 س زائد 3. هعرف بقى ان ديت اللي هي مين؟ اللي هي صاد. يبقى هبدل بس كتابه الصاد بداله. شكلها ايه الداله؟ داله س قاف س نون س، الداله زي ما اداها لي لحد ما مفيش اي مشكله. ممكن اقول لك بقى ايه؟ هات لي داله الخمسه. هي كانت داله السين، انا قلت لك داله الخمسه، يعني عملت ايه؟ بدلت مكان السين بخمسه. يبقى هنروح نبدل مكان السين بخمسه، يبقى 2 س يعني 2 في س. طب السين بخمسه، 2 في 5 ب 10 و3 13. اقول لك هات لي داله الصفر، احط مكان س صفر. هات لي داله يعني بدل ما كنت اقول لك صاد بتساوي كذا، اوجد صاد عند س بكذا، لا ده انا اقول لك داله س بكذا، هات لي داله الخمسه. هي نفس الحاجه ولكن ايه؟ بطريقه ثانيه، بسكه ثانيه. ده معنى ده بدايه الايه؟ بدايه الدرس عندي بيتكلم على حاجه اسمها دوال كثيرات حدود. طيب متى تكون الداله كثيره حدود؟ امتى اقول على الداله كثيره حدود وامتى اقول عليها ليست كثيره حدود؟ وقبل ما اقول لك في معلومه، اذا كانت، ولا هقولها لك بعد ما اقول لك امتى الداله بتكون كثيره حدود. هنخلص الكلام في جملتين عشان ما نتكلمش ياما في النقطه ديت عشان نكمل درسنا. هنقول جميع الدوال، كل الدوال، اي داله، جميع الدوال هي دوال كثيرات حدود. يعني اي داله في الدنيا او اي داله، انا قلت لك بقى ايه؟ هقول لك داله س بتساوي، هكتب لك هنا اي حاجه، هكتب لك هنا حاجات ياما. داله س بتساوي 5، داله س بتساوي س تربيع زائد 10، داله س ما اعرفش 1 على س، داله س ما اعرفش ايه. داله اي حاجه، هكتب لك اي حاجه، هكتب لك اي حاجه تتخيلها، هتخترع اي حاجه كده وحطهم اسمهم داله. جميع الدوال اللي في الدنيا كلها كثيرات حدود ما عدا. يبقى لما اجي اسالك على دوال كثيرات حدود هتقول لي كل الدوال كثيرات حدود ما عدا. ما عدا دي يبقى انا هبدا ادور على داله او دالتين، يعني في شكل معين كده، في شكل معين لقيته ما لقيتوش خلاص يبقى الداله دي ليست كثيره حدود. ما عدا ايه بقى؟ رقم 1 اذا كانت س او المتغير بتاعي، مش شرط يكون س، ممكن يكون ص،
ممكن يكون عين، زي اي متغير، ولكن هو 90% يبقى س في منهجي يعني س. اذا كانت س تحت جذر، لو س محطوطه تحت جذر ما تبقاش كسرت حدود طيب ايه تاني؟ رقم 2، اذا كان س، مش شرط بقى س، ممكن س تربيع، س تكعيب، اي حاجه، س في المقام، يبقى اي داله هتقابلنا هقول عليها كسر حدود الا اذا لقيت س تحت جذر او س في المقام. طيب سؤال بيقول لي وضح اي الدوال التاليه كثيره حدود ام لا؟ قول لي انهي الدوال اللي في دول كثيره حدود وانهي مش كثيره حدود. قعد اداني شويه مسائل، قال لي مثلا داله س بتساوي، قلنا دايما اكتبها داله س مكان صاد، بدل ما اقول صاد تساوي او داله س بتساوي 2 س تربيع زائد 4. داله س بتساوي جذر 3 س أس 2 زائد 5 س. داله س بتساوي 3 على س زائد 4. داله س بتساوي س في 1 على س زائد س. داله س بتساوي س تكعيب زائد 3 س أس سالب 1. دالة س تساوي 3 س أس 4 زائد 2 س زائد 3. والله 3 س تربيع مش فرق. قول لي الدوال اللي هتلاقي كسر حدود ولا لا؟ قلنا جميع دوال كسرات حدود ما عدا الدالة اللي فيه س تحت جذر أو س في المقام. طيب س تحت جذر لا، في المقام لا، يبقى كثيرة. س تحت جذر لا، الجذر هنا على الثلاثة بس. جت في امتحان 2019 تقريبا سؤال زي ده بس كانت جذر 2، الناس اتلخبطت، قال لك اي الدول الاتيه ليست كثيره الحدود، لا اختاروه. السين مش تحت جذر، ده المعامل ماليش دعوه. اما حاجه السين تحت جذر لا، طب في المقام لا، يبقى كثير. السين تحت جذر لا، في المقام يبقى ليست كثيره حدود. طيب سؤال زي ده لو انا جيت فكيت القوس اقول س في 1 على س، السين هتروح مع السين فتضل لي 1 زائد س في س بس تربيع، يبقى 1 زائد س تربيع. فاقول لك هي السين تحت جذر، هتقول لي لا. س في المقام، هتقول لي لا، هي ده 1 زائد س تربيع، يبقى كثيره ولا مش كثيره؟ كثيره. اقول لك لا، هي ليست كثيره حدود. ازاي يا عم؟ ما انا فكيتها معاك وطلعت كثيره. ما اقول لك معلومه، تحدد الداله اذا كانت كثيره حدود او لا من النظره الاولى. اول يعني ايه النظره الاولى؟ ما تعدلش انت تبص للمساله الشكل اهو. يا عم لو فكيتها ماليش دعوه. تحدد من ايه؟ من النظره الاولى، اول ما ابص لها بالشكل اللي قدامي اللي هو مديهولي. طب الشكل ده ايه؟ ولا تفك ولا تعمل. الشكل ده ايه؟ في س في المقام، يبقى له ليست كثيره حدود. بس لو اتفكت هتبقى كثيره. لو بقى انا بحدد كثيره ولا لا من الشكل اللي قدامي من غير ما اعدل على اي تعديل، انا زي ما انا شايف. طيب ادي في س وفي س تحت جذر لا، في المقام دي في المقام. ليه في المقام؟ عشان لوس سالب، ومعنى لوس سالب معناه ان انا بقلب الكاس تنزل السين تحت، يبقى ديت ليست كثيره حدود. ادي السين وادي السين، ولا في واحده فيهم تحت جذر ولا في واحده في المقام، يبقى كثيره عادي. يبقى عرفنا ازاي الداله تبقى كثيره حدود. قلنا جميع الدوال كثيرات حدود ما عدا اذا كانت س تحت جذر او س جميع. قال لي ملحوظه مهمه، تقول لي بقى الملحوظه؟ بتقول لي اذا كانت الداله ليست كثيره حدود اذا ليس لها درجه. لو الداله، فاكرين درجه الداله خدناها في اولى اعدادي، هي اعلى اس في الايه؟
في الداله عندي او في العلاقه اللي عندي، اعلى اس ده بيبقى درجه الداله. طب لو عندي كذا حاجه مضروبه في بعض كنت بجمع الاسس. طب لو عندي كذا حد بشوف اعلى حد فيهم وتبقى هي ده درجه الداله. طب قول لي ايه بقى لو الداله، يعني اجيب لك داله زي دي واقول لك هي الداله دي كسرت حدود ولا لا؟ تقول لي والله ده اقول لك الداله دي من الدرجه الكام؟ تقول لي هي دي كسرت حدود، اقول لك لا، تقول لي خلاص مالهاش درجه. اذا كانت الداله كسرت حدود اذا ليس لها درجه، مالهاش درجه. تمام، يبقى عشان احدد درجه الداله لازم الداله تكون ايه؟ تكون كثيره. طيب ازاي بجيب درجه الداله؟ قلنا درجه الداله هي اعلى اس للمتغير س. طب لو في كذا س مضروبه في بعض اجمعها. طب لو س مضروبه في ص، مش شرط للمتغير س بقى، للمتغير وخلاص اللي عندي. عشان لو عندي س ص مثلا وده تبقى واحد وده تبقى يعني س ص، اقول لك مثلا 3 س اس 2 ص اس 3، اقول لك دي من الدرجه دي 2 و3 يبقى من الدرجه الخامسه. عملت ايه؟ جمعت الاسس الدرجه الخامسه. طيب سؤال، هي اعلى وتحدد، دي ملحوظه، تحدد درجه الداله بعد التبسيط. يعني ايه؟ يعني ايه بعد التبسيط؟ يعني جاي لي السؤال زي ده بيقول لي داله س، احنا قلنا كثيره حدود، لا ما ببسطش قبل التبسيط من النظره الاولى، لا درجه الداله مش كده. سؤال بيجي على طول بيقول لي داله س بتساوي س تربيع ناقص فتح قوس س تربيع زائد س من الدرجه نقط. يجي واحد يقول لي من الدرجه الثانيه، غلط. اعلى س اس 2، غلط. ليه؟ عشان انت ما بسطتش. اعمل ايه يعني؟ المفروض الاول اقول له داله س تساوي ادي الس تربيع، وده المفروض سالب واحد او سالب، هيدخل على القوس يغير اشارات القوس، يبقى سالب في س تربيع بسالب س تربيع، سالب واحد في موجب س بسالب س. ايه اللي يحصل بقى؟ س تربيع موجب تشيل الس تربيع سالب، اتفضل لي سالب س اللي هو السالب المفروض يبقى من الدرجه الاولى مش الثانيه. يبقى تحدد درجه الداله بعد الاختصار، لازم ابسط. واذا كانت الداله ليست كثيره الحدود اذا لا يوجد لها درجه. ما ينفعش اجي لك على داله زي دي اقول لك هي من الدرجه الكام؟ مالهاش درجه. طب لو فكيتها، لو فكيتها س في واحد على س فعل واحد، س في س بس تربيع، واحد زائد س تربيع من الدرجه الثانيه، اعلى اس فيها 2 يبقى من الدرجه الثانيه. خلاص تمام. طب مين اللي فاكر داله س بتساوي 5 من الدرجه ليه؟ اه صح، صفر، لانها تحتوي على ايه؟ على س، ما فيهاش س يبقى من الدرجه الصفريه. طيب طب داله س بتساوي صفر من الدرجه الايه؟ قال لي داله س العدد صفر ليس له درجه، العدد صفر مش من اي درجه اصلا، ليس له درجه، ملوش درجه خالص. يبقى لحد الان عرفنا كيف تكتب الداله، تكتب داله س ر س ق س، وهي نفسها تحل محل الصاد، هي زي الصاد بالظبط، يعني داله س هي الصاد، داله س هي مين؟ صاد. وامتى تكون كثيره حدود؟ قلنا كل الدوال كثيره حدود الا لو في حاجتين، يا اما مش الاثنين، يا اما س في المقام يا س تحت جذر، دي بقول عليها ليست كثيره الحدود. ومن النظره الاولى حتى لو المسائل تتعدل زي ديت، ولما تتعدل هتديني كثيره عادي، لا انا ماليش دعوه لما تتعدل، هي دلوقتي ايه؟ ليست، يبقى ليست. وعرفنا درجه الداله هو اعلى اس في الداله، هو اعلى ايه؟ اس في الداله. طيب كلام جميل. ازاي بقى مسائل بتيجي الدرس بتيجي الشكل ازاي؟ او فهمني وضح لي، وهو مفتاح لدرس الحصه الجايه. يعني انت الحصه اللي جايه تلاقي نفسك مفيش حاجه جديده، اللي هو رسم المنحنيات، سؤال لازم يجي في الامتحان. بيجي ازاي؟ بيديني داله 2 س اس 2 مثلا ناقص 3، يديني داله داله س بتساوي 2 س اس 2 ناقص 3 من الدرجه الثانيه. كسرة حدود ولا لا؟ كسرة حدود، حلو خالص. ويقول لي بقى اوجد داله الواحد، طب داله الثلاثه، طب داله الخمسه، طب داله الاثنين،
طب كلام من ده الموضوع سهل خالص. دي ايه؟ ده س. دي ده ايه؟ عمل ايه؟ شال س. انا هشيل س واحط واحد. هو شال س وحط مكانها واحد. احنا هنشيل س بس بالطرف الايسر. يبقى كل اللي هنعمله بدل ما اقول 2 س تربيع، لا ابدل س ده يبقى 2 في 1 تربيع ناقص 3. 1 تربيع ب1، 2 في 1 ب2 ناقص 3 يديني سالب 1. دالة التلاتة دي ايه؟ دي ايه؟ هو شال س، هنشيل س. يبقى بدل ما اقول 2 س اقول 2 في 3 اس 2 ناقص 3 اس 2 في 2 18 ناقص 3. دالة الخمسة هشيل س واحط 5 يبقى 2 في 5 اس 2 ناقص 50 ناقص 3 يديني 7. ده هتبقى 2 في 2 اس 2 ناقص 3 يبقى 8 ناقص 3 5. بس هيديني دالة ويطلب مني حاجة. طب هي دي بس الافكار؟ لا، في فكره ثانيه. ايه هي؟ هي نفس الفكره مفيش اختلاف. هيديني داله برضه اذا كان داله س بتساوي 2 س زائد ا. دي داله بس فيها مجهول. ويقول لي ايه؟ وكان داله الواحد بتساوي 5 فان ا بكام؟ صلوا على النبي. السؤال ده مهم قوي. السؤال ده مهم قوي. هو مديني فوق داله اسمها داله س. داله هنا كان بيديني الداله كامله ما فيهاش مجاهيل، ويقول لي هات لي داله الثلاثه فانا بطلعها رقم. طب انا المره دي بقى ايه؟ اديتك الداله واديتك الناتج بتاعها بس في المساله كل اللي هعمله هعمل ايه؟ هي دي داله ايه؟ ودي داله الايه؟ شال س هشيل س واساوي الداله ب5. داله س بتساوي داله الواحد بتساوي 5 اجيب داله الواحد واساويها ب5. داله الثلاثه بتساوي 7 اجيب داله الثلاثه واساويها ب7. داله الاثنين بتساوي 10 اجيب داله الاثنين. داله اي حاجه بتساوي حاجه اجيب داله اي حاجه واساويها بالحاجه دي على طول. هنا بيقول لي داله الواحد بتساوي 5 هروح اجيب له داله الواحد. داله الواحد يعني داله الواحد يعني شال س هشيل س يبقى 2 في 1 كمل زائد ا. 2 في 1 زائد ا. طب ما احنا قلنا هنساويها بكم؟ في 5. واحل المعادله يبقى ا ب3. دالة س بتساوي 3 س ناقص ب. وكانت دالة التلاتة بتساوي 0 فإن ب تساوي دي ايه؟ دالة س دي ايه؟ دي ايه؟ شال س هشيل س واساوي الدالة 0. برافو عليكم. دالة التلاتة بتساوي 0 اجيب دالة التلاتة واساويها ب0. يبقى اجيب دالة التلاتة يعني هبدل السين ب3. بدل ما اقول 3 س هقول 3 في 3 ناقص ب بتساوي 3 في 3 ناقص بتساوي 0. هحل المعادله اجيب الب بعكس الاشاره يبقى ب بموجب 9. 9 ناقص 9 0. صعب الكلام ده؟ تمام ماشي يا شباب. يبقى احنا قلنا ان انا بحدد الداله كسرت حدود ولا لا قبل تبسيط. طب بحدد هي درجه الداله بعد. لو الداله مش كثيره يبقى ليس لها ملهاش درجه. ولكن لو يعني داله زي دي لو بقول لك من الدرجه الكام ما انا هعدلها الاول. ما احنا قلنا ايه؟ قلنا بجيب الدرجه ازاي؟ بعد التبسيط. طب ديت لو اتعدلت تبقى س تربيع زائد 1 يبقى من الدرجه س تربيع زائد 1 من الدرجه الثانيه. س تربيع زائد 1 من الدرجه الثانيه. لكن داله زي ديت مش كثيره الحدود اقول لك من الدرجه الكام ليس لها درجه على طول. ليس لها درجه. يبقى الداله لما تكون ليست كثيره الحدود ما ينفعش اطلع الدرجه بتاعتها. طيب وعرفنا ازاي بنعوض في الداله. كلام جميل. جه سؤال قال لي اذا كانت داله س بتساوي ا س اس 2 زائد ب س زائد 5 والالف بصفر. اوجد
والب لا تساوي الصفر. أوجد. رقم 1 هات لي درجة الدالة. رقم 2 دالة التلاتة بتساوي 11. هات لي ب. صلوا على النبي. هي الألف بكام؟ الألف بكام؟ طب لما ما أحط الألف بصفر ما دي مش هتبقى موجودة. يبقى أقول له بما أن الألف بصفر يبقى الدالة بتاعتي اللي هي دالة س ما فيهاش دي. مش موجودة، ما هو بصفر. يبقى فاضل إيه بقى؟ ب س زائد. طيب المطلوب الأول عاوز درجة الدالة. هي السين والس كام؟ واحدة. يبقى من الدرجة الأولى. المطلوب الثاني بيقول لي دالة التلاتة بتساوي. هجيب إيه؟ هجيب مين؟ دالة التلاتة. دي طبعا ب لا تساوي صفر، مش بتساوي. دالة التلاتة بتساوي 11. قلنا هجيب دالة التلاتة. فين الدالة بتاعتي؟ أهي. دي اسمها دالة. دي اسمها دالة. شال س وحط. هشيل س واحط. يبقى دالة التلاتة بتساوي بدل السين هحط 3 ب في 3 3 ب زائد 5 هساويها 11. يلا 3 ب بتساوي 11 ناقص 3 ب بتساوي ومنها ب بتساوي 2. تمام. حد عنده اي مشاكل؟ كلامكم بامان. يقول لي ايه؟ اذا كان دالة س بتساوي س أس 2 ناقص 3 س. دي دالة. اداني واحدة تانية اسمها ر س. يبقى انا كده عندي دالتين في المسألة. واحدة اسمها د وواحدة اسمها ر. ر س بتساوي س ناقص 3. تمام. أوجد. رقم 1 هات لي دالة الاتنين ناقص ر الخمسة. رقم ب اثبت أن دالة التلاتة بتساوي ر 3 بتساوي صفر. هنا عندي دالتين، واحدة اسمها د واحدة اسمها ر. لما يطلب مني د اروح اعوض في الدال. لما يقول لي دالة د 3 بروح اعوض في الدال مكان السين ب 3. ر الخمسة بروح اعوض في الر مكان السين. يبقى زي ما بيطلب مني انا بنفذ. تمام. هو عاوز ايه؟ هو عاوز دالة الاثنين ناقص ر الخمسة. تعال نجيب كل واحدة لوحدها فيهم. دالة الاثنين هتساوي، انا بقول دال، يبقى اروح اقعد في الدال ولا في الر؟ في الدال هنا اهي. يبقى اعوض هنا. طيب دي دال ايه؟ دي دال ايه؟ عمل ايه؟ شال س. هنشيل س. السين اهي بدل ما اقول س تربيع هقول 2 تربيع ناقص 3 في 2 يبقى 4 ناقص 6 تطلع الناتج. طيب ر الخمسة يبقى اقعد فين؟ في الر. ر الخمسة يبقى اقعد فين؟ فين الر؟ اهي. دي ر ايه؟ دي ر ايه؟ شال س. هنشيل س يبقى 5 ناقص بتساوي 2. طب هو عاوز مجموعهم بقى. دالة الاثنين زائد ر الخمسة. طب ما الأولى طلعت بسالب 2 والثانية طلعت بموجب 2 يبقى الناتج صفر. ده المطلوب الأول. المطلوب الثاني بيقول لي اثبت، وطالما اثبت يبقى اجيب الأيمن لوحده والأيسر لوحده. الطرف الأيمن اللي هو مين؟ دالة الثلاثة اللي هو مين؟ يبقى اقعد فين؟ في الدال. هقعد فين؟ دي دالة ايه؟ دي دالة ايه؟ شال س. هنشيل س. ماشي. يبقى هنشيل س نحط 3. يبقى بدل ما س تربيع هقول 3 تربيع ناقص 3 يبقى صفر. 9 ناقص 9. طيب اثبت ان دالة الثلاثة جبناها. ر الثلاثة يبقى هعوض في الر مكان السين. فين الر؟ اهي. اشيل السين واحط مكانها يبقى 3 ناقص 3 بتساوي. اقول له اذا دالة الثلاثة بتساوي ر الثلاثة كل منهما صفر. كويس خالص. ماشي تمام. المطلوب ده
دالة الاثنين ناقص ريال الخمسة ناقص. طيب احنا كده جبنا ازاي؟ تعالى ما نجيب الناقص بالمرة وخلاص بدل ما نشطبها يعني. اجيبها هنا اهو. دالة الاثنين ناقص ر الخمسة. دالة الاثنين بكام؟ سالب 2 اهي ناقص ر الخمسة سالب 2 ناقص 2 سالب 4. يبقى احنا جبنا الاثنين برضه مش مشكلة. آخر سؤال عندي سؤال بيقول ركز معايا. إذا كانت دالة س بتساوي أ س زائد ب. مسألة فيها مجهولين. وكان دالة الألف بتساوي ب. وكان دالة الألف بتساوي ب. أوجد قيمة المقدار أ ب أس 2 زائد 5. دايما ما تبصش للسؤال، مش لازم لما تبص للسؤال الحل بتاعه يحضر في ثواني. لازم على الأقل السؤال اللي مش عارفه أمشي على قد المعطيات اللي أنا فاهمها. طيب أنا قايل لك المفروض أنا عندي دل أهي. إيه المعطى اللي مديهولي؟ قال لي إن دالة الألف بتساوي ب. يعني دالة الألف بتساوي ب، يعني هجيب دالة الألف وأساويها ب. دالة حاجة بتساوي حاجة، أجيب دالة الحاجة وأساويها بحاجة. دالة 3 بتساوي 5، أجيب دالة ال3 وأساويها ب5. دالة الألف بتساوي الب، أجيب دالة الألف. حلو خالص. دي إيه؟ دالة س. دي إيه؟ طب ودي؟ عمل إيه؟ شال س وحط. هنشيل س ونحط، يبقى دالة الألف بتساوي بدل ألف س لا تبقى ألف في ألف اللي هي ألف أس 2. كمل زائد ب. احنا قلنا دالة الألف بتساوي إيه؟ طب ما دالة الألف أهي هساويها ب. إن الب بعكس الإشارة يبقى ألف أس 2 بتساوي ب ناقص ب صفر. ب ناقص ب خد الجذر، طالما ألف أس 2 بصفر يبقى الألف بصفر. أقول تاني، واداني دل وقال لي إن دالة الألف بتساوي ب، رحت أنا جبت دالة الألف وسويتها ب. يعني دالة الألف يعني شيل س، شيلنا س وحطينا ألف. ألف في ألف زائد. احنا قلنا دالة الألف بتساوي وديت الب بعكس الإشارة بألف وتربيع بتساوي ومنها ألف بصفر. طيب أنت عاوز إيه؟ أنا عاوز قيمة المقدار أ ب أس 2 زائد 5. طب ما تيجي أما نعوض، مش احنا جبنا الألف بصفر؟ حط الألف بصفر يبقى صفر في ب أس 2 زائد 5. طب ما احنا ما جبناش الب، ما أنا مش محتاج الب، ما هو صفر في أي حاجة يبقى الكلام ده يساوي صفر زائد 5 يديني 5. بصوا يا شباب، في سؤال بيقول لي إذا كان دالة س بتساوي 5 فإن دالة التلاتة بتساوي كام؟ دالة الخمسة بتساوي كام؟ دالة السالب 5 بتساوي كام؟ دالة الاتنين ناقص دالة السالب 2 بكام؟ دالة التلاتة زائد دالة السالب 3 بكام؟ دالة الخمسة على دالة السالب 5 بكام؟ صلى على النبي. سؤال مهم قوي الناس بتتلخبط فيه. ده اسمها دالة ثابتة. دالة ايه؟ ثابتة. ده اسمه عدد ثابت. عدد ايه يا شباب؟ 5. بكره الصبح هيفضل 5، كمان يومين هيفضل 5، هو 5 فبسميه ثابت. ثابت يعني ما بيتغيرش، هو 5 هيفضل 5. لكن ديت كانت مثلا دي كانت 2 س، دي مش ثابت، ده متغير. ليه متغير؟ حط س بواحد، 2 في 1 ب2، حط س ب4، 2 في 4 ب8. يبقى بناء على قيمه س عمال اغير في القيمه. لكن دي 5 حط س بواحد، يا فين س؟ 5 حط س ب10، 5 حط س ب 5. ما هي داله ايه؟ ثابته. داله ايه؟ يبقى الداله الثابته قيمتها لا تتغير، هتفضل ايه؟ فانا بقول لك في السؤال دي داله س بتساوي 5، تاني بقى بلخبطك. اقول لك طب بقول لك ايه، ما تجيب لي داله سالب س مثلا، هي ثابته. شايف كل اللي قدامي ده اهو 5 عشان دي داله ايه؟ بس مش اي داله ثابته. اقول يعني لو داله س بتساوي 3 يبقى داله الاربعه 3، داله الواحد 3. يبقى لما الاقي الداله عندي ثابته يبقى داله اي حاجه بنفس الرقم. يبقى داله اي حاجه. حته مهمه قوي، الداله الثانيه كنت بشيل س واعوض بالقيمه. طب انا هنا ما عنديش س،
يبقى مش هعوض، يبقى يظل الرقم كما هو، تسمى داله ثابته. يبقى ما اقول لك داله س بتساوي وانت مغمض داله الثلاث بخمس، داله الخمس، طب دي بقى غيرت لك الاشاره بقت سالب خمس. طب داله الاثنين ناقص داله السالب 2، 5 ناقص 5 صفر. طب داله الثلاثه داله السالب 3، 5 و5. طب داله الخمسه 5 ما هي ثابته. طب داله السالب 5 5 على 5. طب داله سالب دي س، داله سالب س بقى 5. يبقى لما اقول لك داله س بتساوي ك حيث ك ثابت، هات لي داله الاربعه بك، هات لي داله الاثنين بك، هات لي داله سالب س بك، هات لي داله السين زائد داله سالب س، مش كلها بكاف، كل واحده فيهم بكاف، دي بكاف وكاف. فكره مهمه خالص. يبقى الداله لو عندي داله ثابته، لو عايز اجيب داله اي حاجه تظل نفس الرقم، يظل كما هو. ده كانت فكره في الدرس بتاعي. في اي مشكله في الدرس ده؟ الدرس الثالث عندي في المنهج، كده فاضل لي ان شاء الله درس في الوحده الاولى في الجبر. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.